السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي وحشتوني جدا. النهارده عملت لكم عملنا طبعا زي ما انتم شايفين كده محشي. الاول حوجت البهارات بتاعته، وهقول لكم دلوقتي بالمقادير ازاي احنا حوجنا البهار للمحشي ده. طبعا احنا اول مره نجرب المحشي الفلفل، مش بناكله دايما ولا مش راغبين له. بس بصراحه لما انا دقته واكلته بالتحويجه اللي عملتها، والله العظيم كان له طعم مختلف جدا جدا. واضفت عليه اضفت عليه برضو شوربه كده على المحشي، كان طعمه تحفه تحفه تحفه، حاجه والله في منتهى الجمال. المقادير بتاعتنا النهارده زي ما اتعودنا مع بعض ان شاء الله. النهارده اقول لكم ازاي نعمل مقادير بهار المحشي. هو في بقى بهار للمحشي مخصوص؟ في، تعالوا اقول لكم عليه بسرعه كده عشان الوقت ما يسرقناش. بس قبل ما اقول لكم عليه، بالله عليكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بعد ما اكلنا المحشي اللذيذ الجميل اللي يشهي اللي قدام حضراتكم ده، بصراحة أنا كنت مستمتع جدا 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 والله وأنا باكله. أول حاجة الصبح طبعا صحينا بدري، رحنا العطارة بتاعتنا، بدأنا إن إحنا نحوج بقى ونجيب المطحنة بتاعتنا الجميلة، وبدأنا إن إحنا ننقي البهارات بتاعتنا لو فيها أي مشكلة ولا حاجة. طبعا الفيديو اللي قدامكم ده فيديو بهار فراخ، بس أنا حبيت أضيفه للفيديو هنا، تمام، عشان ده اللي هينزل إن شاء الله الفيديو القادم، تمام. صحينا الصبح لأن معرفش أصور النهاردة، كنت لوحدي معرفش أصور. رحت طبعا العطار، بدأت ان انا احوج. جبت الورقة والقلم بتاعه وبدأت اكتب مكوناتي. المكونات عبارة عن ايه؟ انتبهوا معايا جدا واكتبوا يا احباب. بس قبل ما تكتبوا المكونات بالله عليكم لايك وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعما عشان استمر معاكم. تمن كيلو روزماري، تمن كيلو كاري على كركم، 50 جرام بابريكا، 50 جرام حبهان، تمن كيلو كزبرة، 50 جرام شمر، تمن كيلو زعتر، ربع كيلو كمون بلدي، تمن كيلو بقدونس، بقدونس مجفف، 50 جرام كباب صيني، 50 جرام نعناع، تمن كيلو جنزبيل، تمن كيلو فلفل اسود، 50 جرام شطة، والشطة على حسب الرغبة ولكن كل ما يكون محشي في شطة يكون أفضل. تمن بصل، 50 جرام قرفة. وبكده يبقى احنا عملنا معاكم بهار الحواشي بالمقادير. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعمونا بلايك وشير. بحبكم في الله أجمل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.